تنبهريش بحد بيحاول يبهرك. بمعنى ايه؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. قولوا لي عاملين ايه في الفاينل. انا عارفه ان هو قرب خلاص، ناس كتير ممكن تكون بدات اصلا، بس طمنوني عنكم، عاملين ايه؟ قدامكم قد ايه وهتخلصوا على امتى؟ يعني انا تقريبا هخلص قبل العيد بيومين 3 كده ولا حاجه. فقولوا لي انتوا عاملين ايه. بس خلينا ناخد بريك كده شويه من المذاكره، واقول لكم النهارده شويه حاجات انا محدش قالها لي او ما عرفتهاش غير لما وقعت فيها، او لما مريت بتجارب شبهها، فحسيت بقى ان ده ممكن تكون حاجه مهمه قوي حد تاني يبقى عارفها عشان ما يقعش في نفس الموضوع ده، لان بجد الموضوع مؤلم قوي. يعني لما بنقع في حاجه وناخد خبرتها وكده، عقبال بقى ما بنطلع ونقوم منها، بجد بيبقى الموضوع صعب قوي ورخم بقى وحاجات كتير، وبنقعد بقى ندور نعمل ازاي موف اون وحاجات كده كتير. فاول حاجه انا عايزه اقولها لكم النهارده، ما تثقوش في حد بجد. يعني مهما كان الشخص ده قريب منكم او الشخصيه دي قريبه منكم، ما تثقوش في اي حد يا جماعه، وتوقعوا اي حاجه من اي حد، مش عشان احنا وحشين او مش عشان سوء ظن او كده، بس لا، انتوا ممكن تكون الناس اللي معاكم كويسين جدا، وانتم متاكدين ان هم كويسين ومتاكدين ان نيتهم كويسه قوي من ناحيتكم، بس بجد الناس بتتغير في يوم وليله حرفيا. يعني ممكن تكون دلوقتي الشخص اللي انت واثقه فيه قوي ده، او البنت او الجروب ده، ممكن يكونوا انت متاكده ان هم كويسين جدا جدا، بس ممكن في يوم وليله نيتهم تتغير من ناحيتكم. ليه بقى؟ ملناش علاقه ليه خالص، بس المهم ان هم فعلا الناس بتتغير. فبجد يا جماعه بلاش نثق في اي حد، وبلاش نقعد نقول لا مستحيل الناس دي مش تعمل لي كذا، الناس دي شكلهم كويسين جدا، شكلهم لطاف جدا، ما عملوليش حاجه. ما فيش كده بجد بجد. خدوها قاعده كده في حياتكم، ما تختبروش ثقه حد. يعني توقعوا اي حاجه من اي حد في اي وقت، وده بجد مش كلام تخويف خالص، بس فعلا يعني انتوا ممكن تكونوا كده جه في دماغكم كام موقف اللي هو فعلا البنت دي احنا كنا واثقين فيها، او الولد ده احنا كنا واثقين فيه، بس بعدين مع المواقف بان فعلا ان قد ايه الثقه دي ما كانش في محلها. تاني حاجه، ممكن تكون الموضوع ده مرتبط شويه بالموضوع اللي قبله، بس كنت مره سمعت كده مثل، عارفين انتوا الامثال الشعبيه اللي الناس الكبيره بتقولها دي؟ انا مش فاكره بالظبط نص المثل، بس هو كان معناه ان سرك يبقى في بطنك وبس. لان بجد بجد مفيش اي حد خالص نقدر ان احنا نثق فيه بنسبة 100% ونقول له سر فعلا ان هو لو عرفه يقدر بعد كده يذلنا بيه او يعايرنا بيه او يمسكوا علينا. فبجد لو عندكم سر، نصيحة ما تقولوش لحد ابدا ابدا. زي ما قلت لكم، مهما انت شفتي الشخصية دي صاحبتك جدا، ومهما انت قلتي لا دي مستحيل تأذيني، دي مستحيل تعمل حاجة، مستحيل ان هي تطلع سر بره، فيا جماعة بجد بلاش تحكوا اي سر لأي حد. وكمان مش انتوا بس اللي تحكوا، ما تخلوش حد من صحابكم يقول لكم اسرار سر كبير بقى، او حاجه فعلا في حياتهم خطيره جدا او حاجه جامده. بلاش، لان انا حاسه ان انتوا هتبقوا متحملين مسؤوليه السر ده. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا ممكن حد يجي في مره يوقعكم في كلام، يعرف منه سر مثلا صاحبتكم اللي كانت قايله لكم، فانت كده هتبقي شايله مسؤوليه كبيره. فانا من رايي ان ولا انت تحكي اسرارك لحد، ولا حد يحكي لك اسراره. مش اقصد اقول السر اللي هو الفضفضه او الحاجات الصغيره اللي مثلا بنفضفض بيها مع بعض او كده، لا، انا اقصد اقول ان هو لو فعلا حاجه كبيره قوي شخصيه حصلت في حياتك، وخصوصا لو الحاجه دي مش متعلقه بيك انت بس، متعلقه مثلا باهلك، بباقي اسرتك، فطبعا ده مش صح ابدا ابدا ان احنا نحكيه. عشان زي ما قلت لكم في اول حاجه، محدش ضامن النفوس، ومحدش ضامن ان الناس اللي قدامكم دول ممكن مهما كانوا طيبين ومهما كانوا تحفه، ممكن هم نفسهم اصلا يتغيروا للاوحش وهم ما يبقوش عارفين. فيا جماعه بجد بلاش، عشان زي ما قلت لكم انتوا مش عارفين النفوس ممكن تتغير ازاي. ممكن حتى البنت اللي قدامكم اللي هي صاحبتكم دي، هي فعلا كويسه وانتي متاكده ان هي كويسه، بس هي ممكن تيجي نفسها ما تبقاش مصدقه ان هي اتغيرت كده، ما تبقاش مصدقه ان هي اتغيرت للاوحش. فاهمين قصدي؟ فبلاش تثقوا في اي حد يا جماعه، وبلاش تحكوا بجد اسراركم لاي حد. تالت حاجه، وهي برضو مرتبطه بالاتنين الاولانيين، ان الاشخاص اللي حواليكوا ممكن يتبدلوا في اي وقت. يعني ممكن يروحوا وييجوا ناس تانية، ممكن اكتر واحدة انت شايفاها صاحبتك جدا جدا وما تقدريش تستغني عنها، في فترة ممكن تبعد عنك خالص، ما تعرفوش اي حاجة عن بعض، يجي ناس تانيين صحاب جداد، وهكذا. يعني بجد بجد الادوار بتتبدل والناس بتتبدل بطريقة انتوا مش متخيلينها. فما تاخدوش شخص واحد اللي هو يبقى انتوا خلاص انتوا مش عايزين اي حاجة تانية من الدنيا، او مش عايزين تعرفوا اي حاجة تانية. لا بالعكس خالص، اتعرفوا على ناس كتير قوي، واعملوا صداقات في كذا حته، وشوفوا بجد الناس الكويسه، الناس اللي تستاهل ان انتوا تبقوا معاهم وتعرفوا عليهم. بس بجد ما تعتمدوش على شخص واحد ابدا ابدا، لان زي ما قلت لكم الزمن، يعني انتوا مش عارفين ايه اللي هيحصل، مش عارفين، ممكن اي حاجه تبعدكم. مش لازم يبعدوا عشان هم ناس مش كويسه، لا،
ممكن مثلا تجيلها فرصه شغل بره، ممكن تكمل دراستها في حته تانية، ممكن ينقلوا مكان بعيد قوي عنكم ما تبقوش قادرين تتواصلوا زي الاول، ممكن يحصل حاجات كتير قوي. فبجد ما تاخدوش الناس اللي حواليكوا ان هم خلاص دول ناس العمر وان هم مش هيتغيروا. لا بجد كل فتره انتوا حتى لما تكبروا شويه تحسوها بجد ادوار الناس بتتبدل بطريقه انتوا مش متخيلينها. رابع حاجه وهي ما تمشوش ورا فتات اهتمام. بمعنى لو في مثلا ريليشن شيب معينه او فريند شيب او اي حاجه في حياتكم انتوا حاسين ان انتوا بتدوا فيها قوي 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 ومش بتاخدوا اي حاجه او بتاخدوا حاجات قليله قوي، ما تردوش بالاهتمام القليل ده وما تردوش بالحاجات اللي بتتقدم لكم القليله قوي دي، لان انتوا بتبقوا مثلا عايزين قوي الحاجه دي او عايزين قوي الاهتمام ده، فده من كتر ما انتوا محتاجين الحاجه دي بيهيئ لكم ان دي احسن حاجه في الدنيا وان ده يا اهتمام قوي وان ده زياده عن اللزوم. بس لا، انتوا لو جيتوا فكرتوا ان ده الطبيعي وده اقل من الطبيعي كمان. ما ينفعش ابدا ابدا ابقى في اي علاقه وان انا بمشي فيها مليون شارع والشخص اللي قدامي بيمشي لي شارع واحد بس. دي مش حاجه فير ابدا ومش حاجه لذيذه ابدا. واللي هو طب انتوا قدام نفسكم انتوا حاسين بايه؟ انتوا راضيين بمستوى الاهتمام ده؟ طبعا ده مش صح خالص. ودي حاجه دماغنا او يعني قلبنا بيعمل كده ميكانيزم دفاعي عشان نحس ان احنا راضيين بالعلاقه دي وان هي تمام جدا وان انا كده في علاقه بيرفكت. بس بجد في الحقيقه ان لا، مش ده اللي انتوا تستاهلوه ابدا ومش دي الحاجه اللي انتوا المفروض تقدروا بيها نفسكم. فبجد يا جماعه بلاش فتات الاهتمام ابدا. انتوا تستاهلوا بجد حد يديكوا كل حاجه انتوا عايزينها وكل المشاعر اللي انتوا محتاجينها بالطريقه الكافيه، مش بالطريقه اللي انتوا بجد حرفيا بتاخدوا الفتافيت كده. ده مش صح ابدا. خامس حاجه وهي ان انتوا تبقوا على طبيعتكم جدا جدا جدا. يعني بلاش تتصنعوا شخصيه مش شخصيتكم وتمشوا بيها وانتوا مش حابينها. عارفين مثلا ساعات بنبقى عايزين ناخد صفه معينه من شخصيه معينه فبنبقى ماشيين بمثل اللي هو فيك ات يو ميك ات. ده تمام، انا مقتنعه بيه جدا ان انتوا تبقوا حابين حاجه معينه، بس المهم ان انتوا تكونوا حابينها وان هي فعلا تكون لايقه عليكم فتاخدوها لحد ما تكتسبوها. دي انا ما عنديش مشكله فيها، بس انا بتكلم على فكره ان انتوا تتبنوا شخصيه تانية خالص غير شخصيتكم وتبقوا ماشيين بيها واللي هو انتوا اصلا مش مبسوطين. يعني انتوا لو جيتوا فكرتوا فيها دي ولا شخصيتي ولا دي اللي انا عايزاها، بس لمجرد الناس اللي حواليا بتقول ان الله دي الشخصيه دي المثاليه، دي بصوا البنت دي شخصيتها تحفه ازاي، وتكون البنت دي مثلا شخصيتها بعيده عنك خالص بس انت تقولي لا انا هتبنى شخصيتها رغم ان انا مش حباها، رغم ان انا مش هبقى على طبيعتي فيها ابدا. فبجد يا جماعه بلاش ابدا ابدا ان احنا نتبنى شخصيه غير شخصيتنا وهي اصلا مش عجوانا لمجرد ان احنا شايفين ان دي الشخصيه المثاليه او شايفين الناس كلها بتحب الشخصيه دي، بتحبها بشكلها بستايلها باسلوبها فاحنا بنقلدها. لا بجد يعني عن تجربه من اول ما بدات اكتشف يعني ايه شخصيه ويعني ايه سن المراهقه ومن اول ما بدات فيه كنت بحس ان في مثلا شخصيه انا لازم ابقى عليها، او مثلا بشوف ان البنت الفلانيه انا عاجبني ستايلها قوي وعاجبني شكلها وعاجبني شخصيتها وطريقه كلامها وكده، فانا لازم اخد كوبي بيست البنت دي واقلدها على نفسي. انا كنت فاكره كده، بس فعلا بعد لما كبرت اكتشفت ان هو ما ينفعش ابدا ابدا. كل حد ليه شخصيته، كل حد ليه صفاته اللي بتميزه عن اي حد. فلما بدات ابقى على طبيعتي جدا مبقتش بقى اركز ده بيبص لي ازاي، ده بيعمل ايه، ده بيتصرف ازاي، انا شكلي قدام الناس عامل ازاي. من ساعه ما بدات ما احطش كل الحاجات دي في دماغي وفعلا اكون على طبيعتي بنسبه كبيره قوي، بقى خلاص يعني اللي هو ليا شخصيه مميزه، ليا شخصيه ناس كتير قوي بتحبها، انا عن نفسي كمان بحبها جدا بعيد بقى عن الناس، مش مهم الناس تحبها ولا لا، بس فعلا انا بحبها قوي ومقتنعه بيها واللي هو بجد بشوف نفسي ايه اللذاذه وايه البيرفكت ده. بس ده جه بعد محاولات كتير قوي لاكتساب حاجات مش فيا اصلا، حاجات انا ما بحبهاش، حاجات عكس شخصيتي تماما. بس بجد زي ما بقول لكم لما فهمت ما لقيتش احسن من الانسان بجد يكون على طبيعته بنسبه كبيره قوي. كده كده في ناس مش هتحبك بس مش مهم ابدا ان كل الناس تتفق عليكي ابدا ابدا بجد. اهم حاجه يبقى بجد انت راضيه عن نفسك وانت على طبيعتك، دي اهم حاجه، اهم من مليون حاجه تانية. سادس حاجه، اقفلي قلبك وعينك وعقلك عن اي حاجه بتشوفيها على السوشيال ميديا. يعني ما تحاوليش ابدا او تفكري في مره ان انت تقارني نفسك باي بنت بتشوفيها او باي حد او الناس اللي بنشوفها، الناس اللي بتبقى على المسطره دي، الناس دي كلها يا جماعه بجد ده مش حقيقي ابدا. ولو انتوا تلاحظوا تاخدوا بالكم في ناس كتير مثلا من البلوجرز دي بيطلعوا يقولوا يا جماعه ان بجد الصور اللي احنا بنطلع بيها دي، الهيئه اللي بنطلع بيها دي مش دي الصح او مش دي اللي بنبقى دايما قاعدين فيها في حياتنا الطبيعيه. كل اللي انتوا شايفينه ده حرفيا حاجه للسوشيال ميديا وبس، حاجه ان هي لازم تظهر قدام الناس باحسن طريقه عندها. فبجد اوعوا تقارنوا نفسكم، اوعوا تفتحوا دماغكم وعينيكم على كل ده، لان ده
بيقلل ثقتكم بنفسكم، وبيبعدكم عن هدفكم الحقيقي، بيبعدكم ان انتوا عايزين تبقوا ايه، ان انتوا كل حاجه عايزين تحققوها، ده بيبعدكم عنها خالص. تبداوا تركزوا في نقطه صغيره قوي اللي هي شكلي عامل ازاي وكل الكلام ده، وده طبعا ما يجيش اهميه جنب الحاجات كتير قوي التانية اللي احنا عايزين نعملها، اللي فعلا تطورنا ونحس من جوانا ان احنا عملنا حاجه حقيقيه وملموسه، مش حاجه شكليه قدام الناس وبس. سابع حاجه وهي خدي العبيط على قد عقله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو لقيتي شخصيه مش بتفهم مش بتسمع مش اي حاجه في الدنيا، ما تقعديش بقى تجادلي معاها وتقولي والله انا هقنعها، والله انا هفضل وراها لحد ما تعرف ان هي غلط، او ان انا هثبت ان انا صح، وان انت بقى تقعدي تجادلي وتحرقي في الطاقه بتاعتك، وتبقي عايزه اللي هو بقى ايه، متعصبه قوي كده عشان فعلا انت عايزه تثبتي حاجه معينه. لا بجد ده مش صح ابدا، ده اهدار طاقه وحرق بنزين على الفاضي. فبجد بجد يا جماعه خدوا العبيط على قد عقله، واللي هو تمام انتوا صح، انتوا طبعا ده مفيش صح زيكم، ده مفيش حد كامل كده، ده انتوا ايه، ده ايه الجمال ده مش عارفه كده. فبجد يا جماعه ما تحرقوش بنزين في مكان غلط ابدا ابدا. تامن حاجه وهي محدش هيقدر احزانك غير نفسك. بمعنى ان انتي مثلا لما تكوني محطوطه في موقف مش كويس، او ان انتي زعلانه قوي قوي بسبب حاجه حصلت لك والموقف ده مش قادره تتخطيه، وفعلا هو حدث بالنسبه لك كبير قوي، ما تستنيش انك تشوفي الاهتمام، او ما تستنيش انك تشوفي الناس اللي حواليكي هيتصرفوا معاكي ازاي، وانك تبقي مستنيه ان الناس اللي حواليكي تحزن زيك بالظبط وبنفس طريقتك، وان انتي بقى هتلاقي حد يطبطب عليكي طول الوقت، وحد يقولك معلش، وحد دايما يبقى بيسبورت ليكي. ده مش صح. محدش هيوقف حياته عشان خاطر انتي زعلانه. يعني انا عارفه ان ممكن اكون اللي انا بقوله ده مؤلم جدا، او اللي انا بقوله ده يعني يبقى تقيل على القلب، وكمان عليا انا لما باجي اتكلم مع نفسي، اللي هو طب ليه طيب ما يبقاش في حد بيبقى بجد مقدر حزننا جدا، او بيبقى عارف قد ايه احنا زعلانين. لا بجد ده مش بيحصل، حتى لو من اقرب الناس ليكي، عشان كل واحد عنده مشاكله، وكل واحد عنده الحاجات اللي هو مشغول فيها، وبجد مش هتكسبي اي حاجه غير ان انتي واقفه تعطلي في نفسك وبس. فما تتوقعيش ولا تستني ده من حد، مش عشان هم عندهم مشكله، او مش عشان هم مش صح، لا، بس زي ما قلتلك كل واحد عنده مشاغله، وكل واحد عنده الحاجه اللي هيديها هي اهميته. ومهما ان كنتوا قريبين من بعض مش بيحصل يا جماعه، بجد مش بيحصل غير في الافلام، غير في التيك توك، غير في المسلسلات، غير في الفيديوز الجميله اللي احنا بنشوفها، بس فعلا في ارض الواقع ده ما بيحصلش ابدا للاسف. يعني تاسع حاجه، مفيش حاجه اسمها انا هستنى الوقت المناسب عشان اعمل اللي انا عايزاه. الوقت المناسب ده ما بيجيش ابدا بجد، ولو استنيتي ان كل حاجه تبقى بيرفكت حواليكي، وكل حاجه تبقى زي ما انت عايزه، وان هو انا هستنى اعمل كذا لما يجيلي كذا، او هستنى اعمل كذا لما يبقى شكلي مش عارفه ايه، طب لما يبقى عندي مثلا فلوس، طب لما يبقى كل حاجه تمام، لا ده مش صح ابدا ابدا. وبجد الوقت المناسب عمره ما هيجي. ما تخيليش ابدا ان انت لما تخلصي حاجه هتلاقي نفسك في حاجه بعدها. يعني انت مثلا قلتي انا هستنى لحد ما يجيلي فلوس، جالك فلوس، هتقولي بعد كده انا هستنى لحد ما اظبط الحاجه الفلانيه بالطريقه اللي انا عايزاها، هتظبطي الحاجه اللي انت عايزاها، وهكذا هيقعد يجيلك حاجات. وبجد الوقت المناسب مش هيجي ابدا. انا شايفه ان احسن وقت مناسب هو دلوقتي حالا، اول ما فكرتي في الحاجه اللي انت عايزه تعمليها. عاشر حاجه بقى، دايما يا جماعه خليكوا لماحين وانتوا بتشوفوا المغزى من القصه. بمعنى ايه؟ ان انت مثلا حصلك سيتويشن معينه وانتي واقفه كده تتنططي، واللي هو تعاندي مع القدر وتعاندي مع النصيب، اللي هو لا ده ما كانش لازم يحصل لي، ده ما ينفعش ابدا، ما ينفعش الحكايه تخلص بالطريقه دي، ما ينفعش اللي حصل ده، ده مش صح ابدا ابدا. زي ما قلت لكم الحاجات دي كلها بتحرق وقت على الفاضي، وبتحرق طاقه على الفاضي، ومش هتفهمي، يعني مش هتفهمي ده ليه حصل. ما حدش مثلا هيجي يقولك ده حصل كذا عشان 1 2 3، ده مش صح ابدا. انت لازم تحطي نهايه لكل حاجه في دماغك، ونهايه للقصص اللي خلاص خلصت، وتكوني لماحه قوي وانتي بتفهمي ده ليه حصل. يعني انا مقتنعه 100% ان كل حاجه بتحصل في حياتنا حتى لو كانت صغيره قوي قوي، فهي بتحصل لسبب كبير قوي هيعلمنا حاجه معينه، وهيعلمنا درس فعلا جاي في الوقت ده، عشان احنا محتاجين نتعلم الموضوع ده في السن اللي احنا فيه ده. فاللي هو بجد دايما خليكي لماحه، والموضوع بيحصل، واللي هو حاجه حصلت لي اكيد ليها سبب، تحاولي تفهمي السبب. لو ما فهمتوش دلوقتي اكيد هيجي وقت وتفهميه، وبعد كده خلاص شقلب واجري زي ما بيقولوا كده، انت تفهمي المغزى وتجري على طول على الموضوع اللي بعده. في حاجات كتير قوي بجد مستنيانا تانية. نصيحه رقم 11 وهي ان ظروفك مش بايدك، يا اما تحاولي تغيريها، يا اما تبطلي شكوى وتقفلي بقك حرفيا. يعني اللي هو انا مثلا في حاجات كتير قوي مش بايدي، في ظروف انا اتحطيت فيها غصب عني، ظروف من نصيب والقدر، ربنا هو اللي حاططني في الظروف دي، يا اما احاول احلها وادعي ربنا واعمل على قد ما اقدر ان انا اغيرها، يا اما بجد اقفل بقي وابطل شكوى. لان الشكوى مش بتحل يا جماعه بجد. مين فينا مش بيقعد ساعات مع نفسه يقعد يشتكي ويقعد يقول انا ما بعملش كذا، وانا المشكله دي فيا، او انا واقع في الظروف دي، او الظروف دي اتحطيت فيها غصب عني؟
بس يا جماعه بجد الموضوع ده مش بايدينا خالص، فاحنا ما عندناش حل حرفيا غير ان احنا نشتغل باقصى جهدنا ان احنا نغير الظروف دي وخلاص نطلع منها، انما مش نقعد نشتكي ونقعد نصيح ونقعد نعمل حاجات كتير قوي كده بتعطلنا عن ما بتقدمنا لقدام بكتير قوي. اخر حاجه بقى وهي ما تنبهريش بحد بيحاول يبهرك. بمعنى ايه؟ ان في ناس كتير قوي بتيجي حوالينا بيحاولوا يطلعوا احسن حاجه فيهم وبيحاولوا يبانوا بيرفكت قوي وبيحاولوا بقى يبهرونا بطريقه انتوا مش متخيلينها، اللي هو احنا بننبهر بجد وبنبقى واقفين بنبص كده اللي هو بجد في ناس كده، في ناس بالطيبه وفي ناس بالجمال ده وفي ناس باللي هو ايه ده، انا ما شفتش بجد حد تحفه كده. بس يا جماعه بجد ده بتبقى فخ كبير قوي، بتبقى خدعه كبيره قوي قوي قوي، وبجد الوقعه فيها بتبقى انت بتبقي ماشيه اللي هو انت خلاص بقى مش واثقه في اي حد بعد كده، مش واثقه في اي حاجه، طالما الناس التحفه اللي انا كنت شايفاهم تحفه دول واللي عملوا كده يبقى انا مش هثق في اي حد تاني. بس طبعا ده مش صح بجد، انت بس كل اللي عليك ان انت بجد ما تنبهريش باي حد خالص بيحاول يبهرك، وما فيش حد خالص مبهر في الحياه دي، خليكي متاكده ان ما فيش اي حد مبهر، وان اي حد بيبهرك فهو بيعمل كده وبيدعي ده عشان انت تنبهري، وده هيبقى اكبر فخ في الدنيا. بس انا كده خلصت كل حاجه كنت عايزه اقولها النهارده، وان شاء الله دي تكون كده حاجات لذيذه يعني تستفادوا منها. هي مش لذيذه ابدا في الواقع بجد وبتألم جدا جدا، فانتوا حاولوا على قد ما تقدروا بجد لو جالكم حاجه شبه اللي انا قلتها النهارده دي تبقوا لماحين قوي كده وتبقوا فعلا عارفين ان دي حاجه ممكن انكم تقعوا فيها، وحاولوا على قد ما تقدروا ما تقعوش فيها عشان بجد يعني الوقعه فيها بتألم قوي نفسيا. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، قولوا لي عايزين فيديوهات ايه جايه نقدر نعملها مع بعض، واعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان نعمل حاجات احسن الفتره الجايه ان شاء الله. وما تنسوش تقولوا لي انتوا عاملين ايه في الفاينل، وذاكرتوا ولا لسه، قدامكم قد ايه، الفاينل بتاعكم امتى، كل الكلام ده، وان شاء الله باذن الله كلنا نحل كويس وتبقى امتحانات لذيذه علينا كلنا. وبس، باي باي.